ده الجزء الثاني من اللقاء، وفي إجابة سؤال مهم جدا: أختار الأوروبي المستعمل ولا الصيني الجديد؟ طيب، ده الراجل الأولاني. الراجل الثاني اللي هو عبارة عن مصنع الحمد لله ابتدى وعمل له اسم وشغال، وعايز يطور من منتجه شويه ويطلع حاجه نظيفه. المصنع الكبير او الماس برودكشن العالي النهارده بيبقى عايز تشطيب احترافي شويه. بتزيد المراحل الخاصه بالمكنه بتاعت الشريط مع التشطيب الاحترافي. تمام. وده بيؤدي الى اننا ناخد مكنه اكبر شويه. ايه الزياده اللي فيها؟ احنا زي ما احنا قلنا في مراحل اساسيه، في مراحل بعد كده خاصه بتعليه الفينش، تعليه جوده الفينش. زي ايه؟ زي في مرحله مثلا معروفه باسم الكورنر راوند او الراوند كورنر. تمام. اللي هي الخاصه بلف الحروف الخاصه بلزق الشريط. تمام. ضرفه الشريط النهارده النهايات بتاعتها لما بتبقى معموله على راوند كورنر تبقى النهايات مش باينه. وده بيدي مظهر احلى. حلو. الحاجه الثانيه مرحله اسمها البري ميلينج او الربو، الغسيل اللي في الاول خالص. ده لازمته ايه ده يا باشمهندس؟ دي مرحله خطيره جدا. ايوه. ساعات بيبقى في اخطاء او بعض المشاكل بتطلع لي من التقطيع. تمام، من الصينيه. مظبوط. واللي بيتغاضى عنها او بيعالجها مرحله البري ميلينج او الربو. تمام. ليه؟ لان هي بتطهر او بتنظف الحرف بتاع الشريط قبل ما يتلزق. اللي هي تبرم، اللي انت قصدك التشريع اللي بيبقى حاصل من الصينيه. بالظبط. فهي بتشيل التشريع ده. عن التقطيع بتتعالج عن طريق مرحله الربو او الغسيل اللي موجوده في مكان الشريط. بعد كده بتبقى مسؤوله عن الفينش، الجوده العاليه جدا. لو انا عندي بلزق الشريط الحرف بخامه زي الهاي جلوسي مثلا، ان يبقى شريط لامع. ايوه. فالشريط اللامع طبعا الحرف مستوي جدا، ما يبقاش فيه لازم يبقى كله سموث وعدل ما يبقاش عشان يقدر الجلوسي يبان. يبان. بالظبط، لانه بيبان بالذات الهاي جلوسي بيبان العيوب بتاعته او مشاكله. فدي مرحله البري ميلينج. يعني عندنا زياده بري ميلينج وعندنا راوند كورنر، واحده في اول المكنه وواحده تقريبا قبل اخر المكنه او نص المكنه. بالظبط. طيب ايه تاني بيزيد عليها؟ في مراحل ادفانسد شويه او متطوره شويه. زي المفحار الخاص بلزق الشريط. يعني النهارده لما اجي بعمل اي حاجه في المكتبات عموما ساعات ببقى محتاج ان انا احفر الظهر عشان جزء تاني. بالظبط. صح. فبنبقى محتاجين ان احنا نعمل مفحار. طيب احنا دلوقتي مثلا قلنا الراجل اللي هو مصنع متوسط. طيب في مصانع اللي هي الماس برودكشن، ميجا ماس برودكشن. واعتقد في اعتقادي، ما اعرفش رايك ايه، ان المكن العادي اللي احنا بنتكلم عليه دلوقتي ده مش هيناسب معدل الانتاجيه العالي. فبيبقى في مكن تاني بانتاجيه اعلى بتكنولوجيا تانيه اعلى. والتكنولوجيا دي بتتطلب مكنه ضخمه فيها امكانيات اكتر. طبعا. وفيها طرق لزق اكتر. طبعا. يعني في طرق اللزق بتاعتنا، يعني في حاجه اسمها عادي اللي هو البريتان، وفي بي ار مصطلح بقى منتشر دلوقتي وبدا يظهر في السوق. مكنه الشريط بتشتغل بغيره اسمه اي في اي. الغيره الحبيبي العادي اللي بيتحط فيه الغرايات. في مكن شريط تاني متطور شفناه من زمان في اوروبا ده. بس احنا بنتكلم علينا هنا في مصر. هنا في مصر بدا يظهر في الماركت انه في حاجه اسمها خامه اسمها بي ار او بوليريثان. تمام. اقوى شويه. نسبتها ايه دي بقى؟ فايدتها انه اولا مقاومه جدا للعوامل الجويه. تمام. بتستحمل رطوبه عاليه، بتستحمل درجه حراره عاليه، والاستخدام الطويل بتبقى مفيده جدا. والله بص يا هندسه، انا عايز اقول لك على حاجه. دلوقتي ما شاء الله، يعني واضح طبعا ان في ايه، في تنوع كبير قوي في المكن، وفي تنوع قوي في الاختيارات. احنا طبعا ما قلناش لسه اخر مرحله اللي هي ايه، بعد ما خلصت لزق الشريط انا محتاج ايه تاني؟ ايه المكنه الثانيه اللي محتاجها؟ طبعا. يعني قطعت لزقت شريط، بعد كده اعمل ايه؟ انا قطعت ولزقت شريط، محتاج اجمع. صح. تمام. النهارده بنجمع بمسمار عادي؟ لا، المكن ده مسؤول ان احنا بنجمع عن طريق اليته او الكويله، او بنجمع بطريقه مش ظاهره. تمام. وبيعلي الفينش برضه. فمكن التخريم بقى موجود ومنتشر في المصانع بمختلف مستوياته، سواء مكن تخريم صغير انتاجيه متوسطه او مكن تخريم ادفانسد وسي ان سي انتاجيه اعلى جدا. طيب انا راجل ما عنديش خلفيه اي حاجه ومعايا قرشين وعايز افتح مصنع كبير. هات القرشين وتعمل. لا، ما انا اخليهم على جنب الاول احتفظ بيهم الاول يكبروا. وبعدين عايز اعمل مصنع محترم، عايز اعمل مصنع كبير قوي. طيب
انت هتقدر تفيدني ايه بنصايح، ولا محتاج ان انا اجيب لك راجل عامل لي دراسه جدوى وجاي معايا، وانت لما يقعد معاك هيقول لك انا عايز واحد اتنين تلاته؟ طب افرض واحد اتنين تلاته اربعه اللي هو بيقولهم دول مش انت شايف ان فيهم حاجه عايزه تتظبط، هتتكلم هتقول، ترد عليه تقول له لا خلي بالك انت مش محتاج دي او محتاج دي، طبعا. ولا هتقول له اشتري يا عم وخلاص؟ احنا قبل ما بنبيع للعميل بيبقى مهم جدا عندنا العميل ده هيعمل ايه، حلو. هيشتغل ازاي. حلو. ودايما بنرد على العميل سؤال بسؤال، اه. ما بنردش على اه. العميل السؤال باجابه. تمام. يعني لما يجي يقول لي انا عايز مكنه شريط، اقول له انت هتشتغل ايه؟ الماس برودكشن بتاعك عامل ازاي؟ اه. البيزنس مديول بتاعك شكله عامل ازاي؟ انت اه. بتطلع كام دريسنج، بتطلع كام مطبخ، اه. محتاج الفينش بتاعهم عامل ازاي، البيئه نفسها اللي انت هتحط فيها المصنع او المكن اللي هيتحط فيه عامل ازاي. طب انا هسالك سؤال في النص. هندسه، هو والله بص انا عندي الاختيارات، بص بقى يعني اجيبها مستعمل ولا اجيب صيني وشايف الصيني كويس؟ تختار السؤال ده ايه؟ سؤال انا بحبه جدا، والله سؤال محوري جدا. اساله لك تاني. انا بحبه جدا. اساله لك تاني. ايه؟ بص طبعا انا بتساله كتير، طيب. وخصوصا للناس اللي عندهم بتبقى، ودي نسبه كبيره، بتبقى الصوره عندهم مش واضحه. بمعنى ايه مش واضحه؟ مش واضحه ازاي؟ انه طبعا النهارده انت عارف المنافسه في السوق بقت كبيره. امم. فطبعا العميل النهارده اللي بيبقى عايز مكنه شريط ما بينزلش على اي تاجر يشتري مكنه شريط، امال بيعمل ايه؟ بيروح على تاجر واثنين وثلاثه، صح. بيقعد على النت وبيقعد يتفرج صح. وبيدرس. فطبعا في التاجر اللي بيفيده او بيلاقي الشخص اللي بيفيده، امم. او اللي ما بيلاقيش الشخص اللي بيفيده. اه ده طبيعي في كل مكان، فبي... فيه كده وفيه كده. طبعا فبيجي لنا هي. عميل مثلا بيسال السؤال ده، يقول لك انا اخد مكنه شريط اوروبي مستعمله، ولا اخد مكنه شريط جديده سواء تركي او صيني؟ طيب السؤال ده مهم جدا. اجابته ايه بقى؟ اجابته ايه؟ بقول له انت مش هتاخد الحلو كله، لا مش فاهم يعني إيه ومش مش هقولها هتسيب لكم. الوحش كله. برضه مش فاهم. يعني انت بتفكر النهارده ان انت لما تشتري الايطالي اليوزد هتاخد الحلو كله، هتاخد كل المميزات. اه. او لما تشتري الصيني الجديد او التركي الجديد، ما انت مش هيبقى عندك مشاكل. تمام. لا، هو هنا في مميزات ومشاكل، وهنا في مميزات ومشاكل. اه. بمعنى، ودايما انا بقول ان المميزات هنا مشاكل هنا، والمميزات هنا مشاكل. اه انت قصدك بالتناوب يعني؟ بالظبط. طب ما نقولها بطريقه تانيه معلش، ايه؟ ان كل حاجه في الدنيا ليها ميزه وعيب. اكيد. انت الميزه هتستحملها قصاد العيب قد ايه؟ طبعا. يعني لو الحاجه دي فيها عيوب مش هتقدر تستحملها و... والمميزات طغت عليها، ما انت مش هتقدر تجيبها. ده اللي انا بقوله للعميل. فاهم اللي انت قصدي؟ بتقوله دلوقتي اه. هو اللي انا بقوله للعميل. تمام. انت تقدر تستحمل مشاكل عامله ازاي، ومحتاج مميزات عامله ازاي من المكنه. بالظبط. بمعنى انه النهارده لما اقول ان انا عايز مكنه اوروبي استيراد، رائع. ايه اللي هاخده منها؟ امم. طيب انت عايز منها ميزه ايه؟ انا عايز منها ميزه الكواليتي العالي جدا، عايز منها ميزه الريسيل الكويس. انا النهارده الاوروبي ليه سوق وليه افتر ماركت كويس. فالنهارده بقول ان مكنه اوروبي يوزد لما اجي بعيد بيعها فبعرف اكسب منها، او امم. بعرف احتفظ بقيمه الفلوس بتاعتي. تمام. باخد منها عمر افتراضي طويل مستعمل. الاوروبي المستعمل، اه ماشي بنقول ماشي، الاوروبي اوكي اوكي المستعمل اوكي. اه. النهارده صح. هو بيتميز بايه؟ بيتميز بالعمر الافتراضي الطويل، بيتميز بالكواليتي العالي جدا، امم. الفينش العالي جدا، بيتميز بالهيفي ديوتي، انها مكنه ممكن تشتغل لاوقات طويله جدا في تمام. اليوم. يعني الديلي يوز بتاعها قوي، والهيفي ديوتي هي ماس برودكشن عالي. تمام. آه الريسيل كويس. اه لما تيجي تبيع، اه صح طبعا. صح. طيب النهارده انا باخد المميزات دي كلها، بتقابلني مشاكل ايه؟ بتقابلني مشاكل قطع الغيار. اه على اساس ان طبعا ان الشركات بره كل خمس لازم، سنين لازم تعمل تطوير للمكن. طبعا لازم امم. قطع الغيار. انا ببقى عايز المميزات دي. امم. لما ببقى عايز المميزات دي ببقى جاهز لايه؟ جاهز لقطعه غيار اوروبي امم. ممكن تبقى موجوده عند السبلاير وممكن ما تبقاش موجوده، صح على حسب ادم ممكن المكن. تتوفر بسرعه، ممكن تاخد وقت، مظبوط. ممكن تبقى قيمتها عاليه جدا، مظبوط. ممكن تكلفتها بتبقى غاليه. عمرها الافتراضي طويل لكن تكلفتها بتبقى غاليه. صح. مستعد لمهندس صيانه ممكن يجي لي بسعر تكلفه عالي، اه. لان هي مكنه معقده او مكنه
وطبعا حته الصيانه بقى انا حد ما ما اقدرش حد ما حدث ولا حرج. الله يكرمك. فببقى جاهز لده في مقابل ان انا اخد المميزات دي. حلو. طيب النهارده انا مش جاهز لده، لا انا بروح لمميزات تانية. ايه هي؟ ان انا باخد مكنه ما فيهاش قطع غيار غاليه، ايوه. ما فيهاش صيانه كتير لانها مكنه زيرو، اه. ما فيهاش تعقيد في قطع الغيار او في تشغيلها، لانه مكنه كومبوننت شويه بدائيه مش معقده جدا، امم اسهل في قطع الغيار واقل، اسهل مش التشغيل. معقده سواء المكن التركي او الصيني الجديد. امم في المقابل بقى انا بتنازل عن المميزات اللي موجوده في المكن الاوروبي اليوزد. تمام. انه الريسيل ممكن ما يبقاش احسن حاجه، ممكن يبقى الكواليتي بتاع الفينش بيتاثر مع العمر بتاع المكنه. النهارده انا باخد فينش كويس جدا، كمان سنه الفينش، مستوى الفينش ده ممكن يقل شويه. في مقابل قطع الغيار الرخيصه والصيانه المتداوله والعطله القليله. النهارده لما اجي اقول ان في مكنه اوروبي تقدر تستحمل خدمه شاقه، ومكنه ثانيه صيني ممكن ما تستحملش الخدمه الشاقه اللي بتستحملها المكنه الاوروبي، فلازم ابقى عارف ده نتج من ايه. اتمنى نكون جاوبنا على اسئله في الجزء ده. الجزء اللي جاي ان شاء الله هيبقى فيه اجابات اكتر لاسئله اكتر. تابعونا للمزيد.